يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بمتابعاتي الغاليات، ويسعد يا رب كل أوقاتكم بالخير والبركة والرضا. قبل ما نبلش الفيديو اليوم كلامنا اللي طالع من القلب، بتمنى من كل أخت غالية بتشوفني لأول مرة أو من متابعاتي حبيبات قلبي إنها تدعمني بلايك حلو، يرفع الفيديو وتعمل اشتراك بالقناة وتفعل الجرس لحتى تضل عيلتنا الحلوة تكبر فيكم ومعكم. وما تنسوا تتركوا بصمتكم بالتعليقات بالصلاة على الحبيب المصطفى. كالعادة يا خواتي حبيت أبلش يومي فنجان قهوة إلي ولجوزي. في ناس بتحب تبلش يومها بقهوة، في ناس بتحب آخر اليوم تعمل القهوة. بس أنا صراحة بحب قبل لا أدخل المطبخ قبل أي إشي إني أشرب فنجان قهوة كي يعدل لي مزاجي ويعدل لي راسي زي ما بيحكوا. طبعا كالعادة ما لحقت أحط حبة الحلو جنب القهوة ولا الرادار عند شاهين اشتغل. سبحان الله، يعني طلب الحلو ما قدرت أني أرفضه، أعطيته إياها. تفضل. شكرا يا ماما. طارت حبة الحلو وصارت القهوة سادة، بس يلا كيف ضحكته، الله يحميه يا رب ويخليه ويخلي أولادكم. هون يا خواتي فتنا على فقرة الغداء. قررت هيك أعمل غدا على السريع وبنفس الوقت يعني كثير طيب، اللي هو برجر بلحمة مفرومة. أنا من نوع أولادي كثير بحبوا الأشياء هاي، يعني بتعرفوا حتى الأولاد بشكل عام بيحبوا الأكل الجاهز، بس صراحة بحب أنا دايما أعمله بالبيت أحسن من إنه يشتروه من برا. بضل أكل البيت أكيد أضمن وأنظف وأطيب كمان، يعني بيطلع نفس أكل المطاعم. فبلشت أول إشي قطعت المخلل لقطع صغيرة، هذه خواتي مخلل يعني سواء خيار أو جزر. لفت لا أكيد ابعدي عنه، بس أنا هون طلعت مخلل خيار وجزر وقطعتهم لقطع صغيرة. بعدها راح أبلش بتقطيع بصلة، راح أعملها كمان نفس الإشي قطع صغيرة. بإمكانك تستغني عنه، بس صراحة البرجر كثير طيب لما يكون معاه بصل. وبعد ما أخلص البصل راح أقطع بندورة شرايح. للبنات اللي حابين إني أنا أدمج الكتب مع فيديوهاتي بحب أحكي لكن أنا الفترة هاي بقرأ رواية عالمية اسمها قاطف التوت، بس حسيت الرواية هاي شوي ما بتفيدكم إني أنا أحكي فيها أو أدمجها مع المواضيع اللي بحكي فيها على الفيديو، لأنها هي رواية زي القصة، يعني بتحكي عن المشاعر الفقد وعن روابط العائلية وعن كيف ممكن سر صغير يغير حياة عيلة بالكاملة. هي رواية جميلة حلوة ومنوعة، فإذا بتحبوا تقرأوها ممكن تلاقوها بجوجل ريدز، أو على جوجل ممكن تلاقي لها روابط مجانية. هون يا خواتي بلشت باللحم المفرومة بعد ما خلصت فرم المخلل وشرايح البصل والبندورة. حطيت على اللحمة ملح وشوية فلفل، وراح أكورها، أحاول يعني هيك أعجنها بالأول، بعدين أكورها على شكل كرات. وكمان بدي أوزنها هاي الكرات، لأنه أكيد مهم عندي إنه أنا ما أعمل كل كرة يكون لها حجم شكل، فلا أنا بدي حابة كثير إنه يكون كلهم أحجامهم نفس الإشي، وأكون عارفة كم هاي السندويشة كم فيها غرام من اللحمة. فشغلة بسيطة هي وشغلة سريعة يعني ومقدورة عليها. أنا هون بلشت أكورهم، حطيتهم على الميزان، بدي كل كرة تكون بوزن 100 غرام. وبالفعل يا خواتي كورتهم وحطيتهم وزنتهم وكانوا كلياتهم بوزن 100 غرام. أنا ما عملت كمية كبيرة، لا عملت يعني لكل واحد أخذ سندويشة واحدة. جوزي ما أكل لأنه ماشي على نظام العوضي ولحد الآن رحمة الله عليه، فما بيوكل هاي الأشياء مع إنها لحمة يعني، بس عشان الخبز.
ولأنه فيها بصل وفيها بندورة وفيها مخلل، فهو يعني أكل شي بسيط بس، وكان بالخبز التوست. هون يا خواتي مايونيز. هذا المايونيز أنا تقريبا كان له أسبوع عندي بالثلاجة، عملته شوفوا بعده زي ما هو. طبعا موجود طريقته عندي بالفيديوهات، بإمكانك ترجعي إلها. حطيت منه معلقتين وحطيت عليه كاتشب، وحطيت من هذا الصوص اللي هو صوص اللحمة أو الدجاج، بإمكانك تستخدميه أيا كان، كثير بيعطي طعمة كثير طيبة. خلطتهم مع المخلل والجزر وكانوا عندي بهذا الشكل. راح أبلش يا خواتي إني أنا أكبس اللحمة بهذا المكبس. هذا مكبس برجر راح أستخدمه لحتى أكبس فيه اللحمة. حبيت إني أنا أغلفه من تحت بهذا النايلون، هو نايلون لحفظ الصحون، صحون الأكل بيجي. فإمكانك تحطي نايلون أو بإمكانك تحطي ورق زبدة، اللي بيريحك. يعني هم الطريقتين كويسين، لكن إنه تستخدمي المكبس من دون ما تحطي إشي صراحة شوي صعب، لأنه اللحمة راح تلزق معك، ولما تطلعيها راح تلاقي صعوبة، ما راح تطلع معك زي ما بدك. أنا استخدمت الطريقتين لحتى أفرجيكن إنه نفس الإشي. يعني اللي ما عندها ورق زبدة بإمكانها تحط هذول أكياس حفظ الطعام، وراح يعطيها نفس النتيجة، يعني ما في أي مشكلة. صراحة أنا بحب لما هيك أجرب أي وصفة بشوفها على التليفون وبحاول إني أجربها، فلما هيك تبلش أحسها ناجحة وظابطة معي بتحمس صراحة، يعني بصير أشتغل بإتقان أكثر. أما لما تكون في وصفة وتبلش معك من البداية هيك تحسيها مش ظابطة، بتكرهي المطبخ كله صراحة، ما بتصدقي إمتى تخلصي، وخلص بتبلشي تتلبكي وما تعرفي يعني كيف تتصرفي. بس أنا هون الحمد لله حسيت إنها يعني شغلة ظابطة معاي من البداية، والحمد لله رب العالمين. هون نفس الإشي يا خواتي، حطيت ورق الزبدة، حسيته أسرع بالشغل وخلص متقن أكثر، يعني ما بتخافي ولا إشي، على طول بتزبط معاكي. فورق الزبدة هو أفضل من أكياس النايلون. وهيك أنا بكون خلصت الكمية. وهون يا خواتي على الغاز بحب أشتغل على هاي الصاجة دائما، شغلي بيكون تقريبا عليها. ليش؟ لأنه على الغاز كمان ما أستخدم، لأنه هذا أصلا الصاجة لجهاز كهرباء، يعني هو اللي هو الجريل أو المكبس. فأنا شلتهم من الجهاز وصرت أشتغل هيك على الغاز، أحطهم على الغاز وأشتغل فيه. فأغلب السندويشات اللي أنا بعملها يعني بحط هيك الصاجة على الغاز، بكبسها على الغاز. إذا بدي أعمل برجر، إذا حتى بدي أشوي ريش لحمة، كمان نفس الإشي يعني على الغاز. تحسي دايما النار أقوى وأحسن كثير من الكهرباء. فهون يا أخوات زي ما أنتن شايفات حطيت شوية زبدة على الصاجة، بعدها حطيت حبة البرجر خليتها شوي لحتى استوت وبتحسي حجمها بصغر شوي. بعدها حطيت عليها البصل، وفوق البصل حطيت شريحة جبنة. طبعا الجبنة كل ما كترتي منها كل ما جابت لك الطعم الأساسي والطعم الطيب. شوي هيك حطيت الخبزة كمان لحتى هيك تتحمص شوي بالزبدة بالدهن هذا اللي بيطلع من اللحمة، فبكون كثير طيب على الخبزة. بعدين يا خواتي بدهن الخبزة بشوية مايونيز، وبعد ما بدهنها بحط شريحة جبنة، لأنه أنا السندويش الواحد راح أحط فيها شريحتين جبنة. حكيت لكم كل ما كثرتي جبنة كل ما كان الطعم أطيب. بعدين بحط حبة البرجر على الجبنة من فوق الجبنة وبحطها على جنب. بجيب القطعة الثانية من الخبز وبكون هيك كمان نفس الإشي محمصها شوي، بحط عليها من قطع المخلل. بعد ما أحط عليها من قطع المخلل راح أحط عليها شريحة البندورة. بعدين راح أسكرهم على بعض وأخليهم كمان على الصاجة شوي لحتى يتحمروا من فوق ومن تحت، لحتى كمان الجبنة اللي جوا إنها تذوب أكثر وأكثر. وهاي شكلها كان بعد ما حمصتها على الجهتين هيك من الداخل. طبعا الطعم يعني صراحة كثير طيب كان، واللحمة كانت كثير طيبة. راح أفرجيكم إياها بعد ما أنا قسمتها من النص لحتى تشوفيها من الداخل.
بتمنى إنكن تجربنها، صراحة الأطفال راح كثير يحبوها. هون أنا قليت معاهم بطاطا، أكيد يعني الأشياء اللي مثل هيك الأكل السريع، البرجر، الإسكالوب، الشاورما، أي إشي زي هيك بحب إنه أنا أقلي معاه بطاطا. وهيك يا خواتي كان شكله النهائي كثير طيب. حطيت مخلل بجانبه وشوية مايونيز. بعد الغداء يا خواتي هون إجا لشاهين هدية بسكليت، جاب له إياه جوزي هيك من محل قريب علينا عاملين عليه عروض، وحكالي والله لا أجيبه للشاهين لأنه كثير عجبه وكثير كان يعني شاهين طاير من الفرحة. بس لسه شاهين مش متعود على إنه يسوقه بشكل صح، يعني بمشي فيه هيك زي ما انت شايفات، أو بحط جريه على البدلات وما بيكمل المشي، فلسه بده تدريب عليه، وإن شاء الله إنه بكون سواق ماهر. هون يا خواتي حبينا وقررنا إنه نطلع على سد وادي العرب. أخذتكم قبل هالمرة، شفتوا المكان بس ما قعدنا فيه صراحة. مكان يعني كثير بجنن، طبيعي وبيشرح هيك الصدر. قعدنا بمكان بعيد عن الناس، كنت ماخذة معي قهوة وشاي، واشتريت كيك جاهز مش من شغل البيت، اشتريته هيك لأنه كانت الطلعة فجائية. حبينا هيك نطلع نتسلى ونطلع نبعد شوي عن الحم، نروح على مكان هيك يكون فيه هواء وقاعدة تكون رواق. طبعا دخولية المكان هي دينارين، بس احنا ما قعدنا بالمكان اللي فيه الخدمات والمرافق والأشياء هاي، لا قعدنا شوي بمكان بعيد اللي بيكون فيه تحت الشجر، شجر عالي وهيك بعيد عن الناس، مع انه ما كان في ناس كثير، بس حبينا هذا المكان اكثر. هو اصلا قريب من السد، فكمان بيكون اجمل واجمل. القعدات اللي على الجهة الثانية بتكون كلها طاولات وخدمات وألعاب. أنا رحت لهناك ورح تشوفوا بس تكملوا الفيديو إن شاء الله. ولعبت البنات على المراجيح. بعدين هيك رجعنا لمكان قعدتنا، وكان في صوت مي صراحة، بس ما كان مسموع بالفيديو لأنه كانوا أولادي وبناتي ما شاء الله أصواتهم يعني طالعة، فإلا يعني لما يكون هيك في سكون تسمعي صوت خرير المي. صوت كان كثير كثير حلو. واحتمال كبير يا أخوات إن شاء الله بإذن الله تعالى إنه أرجع أكرر هاي الطلعة، بس تكون طلعة يعني فيها طبخ أو فيها مشاوي، فيها أكل، يعني تكون طلعة طويلة من أول اليوم، وتكون برفقة أختي إن شاء الله بإذن الله. اركض علي، اركض اركض، يا يا هلا يا هلا يا هلا بقلبي. مبسوط يا ماما؟ مبسوط؟ كثير؟ شو هاد اسمه؟ شو اسمه هاد؟ جبل. هاد جبل؟ واللي تحت الجبل؟ اللي تحت الجبل شو اسمه؟ هذا اللي تحت الجبل شو اسمه؟ مسبح؟ أسبح. مسبح. أسبح. تسبح. مسبح نسبح فيه؟ سم. سم. سم؟ فيه سم؟ لا يا ماما، هذا سد اسمه، يعني فيه مي بس ما بنقدر نسبح فيه. في تمساح كتير. في تمساح كتير؟ ممنوع نسبح فيه عشان نموت. بعيد الشر يا ماما. شاهين عنده طلع مفهوم ثاني للسد يعني. سبحان الله كيف الصغار وكيف تفكيرهم، يعني لما تسأليهم سؤال فعلا بتتعجبي من أفكارهم، من الأشياء اللي بتيجي بباله، إنه يعني هذا فيه تماسيح وفيه سم، يعني إنه لأنه ممنوع السباحة فيه، فإحنا كنا نحكي حكي كبار يعني ممنوع الصيد وممنوع السباحة بهذا السد، فهو فسر كل هالأشياء على تفكيره. الله يخليه يا رب، ويخلي لكم أولادكم وبناتكم إن شاء الله، ويفرحكم فيهم يا رب، يجعل فيهم البركة والصلاح والبر يا الله. هون يا خواتي بلشت أنا أطلع الأغراض وأجهزها. ما في طاولة يعني، في بس مقاعد
ثابتة عاملينها بالأرض. حلوة صراحة، عجبتني كمان. أنا حطيت الفراش عليها، بإمكاننا يعني نقعد عليها، بس ما في طاولة. المرة الجاية إن شاء الله نكون طلعتنا أحلى وأحلى، بنكون عارفين شو المكان وعارفين كيف يعني راح يكون الوضع. فراح أكون جايبة معي طاولة ومستلزمات تانية. هون هذا الكيك أنا اشتريته من السوبر ماركت. في هون عندنا مخابز يعني بيجيبوا من المخابز المدينة، بيكون يعني كيكهم كثير زاكي. وحطيت هالأشياء هيك، وكان الوقت خلاص يعني رح يدخل الليل، رح يدخل المغرب، فلحقنا عنا شوي. كان الغروب صراحة كثير حلو، أنا من النوع كثير بحب الغروب. هون يا خواتي رحت على الجهة الثانية، حبيت أفرجيكن كيف المكان بالجهة الثانية. مكان زي ما انتن شايفات، ما كان في ناس سبحان الله، يعني لأنه كان يوم الأربعاء اللي هو مبارح، فما كان في ناس. فإحنا بنحب نروح هيك بأوقات الدوام، يعني حتى ما نلاقي في ناس. صراحة أنا ما بحب أروح على مكان يكون فيه تجمع كثير، بحب المكان اللي زي هيك يكون فاضي وأروح أوقات الدوام حتى أخذ راحتي أكثر أنا وأولادي. هون كله هيك تقريبا في بيناتهم درج، لأنه مرتفعات شوي بتكون. وهاي ساحة للألعاب. والله أنا كان بودي إنه الأردن هيك تهتم أكثر بأماكنها هاي، يعني تعتبر أماكن سياحية، تعتبر أماكن كثير حلوة، بنفس الوقت مهملة، ما فيها عناية، ما فيها اهتمام. لو هاي الأماكن يعني تستغل بشكل صحيح وبشكل حلو، يعني مثل ما احنا بنشوف بلاد برا. يعني أنا لما رحت على تركيا، وين ما تروحي في مقاعد للاستراحة، وين ما تروحي في قعدات حلوة، وين ما تروحي في زريعة هم زارعينها، مع إنه بلد خضار وبلد يعني بلد كثير فيه زراعة، وبلد وين ما رميتي البذرة بتطلع. بس صراحة يعني بيزرعوا، بيهتموا بالزراعة وبالأماكن العامة بشكل رجعنا يعني احنا مش للمكان طبيعي. اللي كنا فيه، والمكان اللي احنا كنا فيه بعيد عن المكان هذاك الثاني، بعيد شوي. ذاك فيه خدمات أكثر، فيه طاولات، فيه ألعاب زي ما شفتن، فيه مرافق، فيه كافيهات. هون لا ما فيه، بس الحلو فيه إنه بعيد عن الناس، احنا مش بحاجة إشي. فحكينا خلاص أشياءنا معنا، أغراضنا معنا، خلينا نقعد هيك بعيد عن الناس. رحت أنا أخذت الأولاد، لعبتهم شوي ورجعنا. طبعا بلاهث لأنه الطريق شوي متعب، مش بعيد كثير هو، يعني شوفوا هناك هذاك الطريق، هناك في مرافق أكثر، في خدمات أكثر. بس هون القعدة صراحة يعني أروق. خلص السد ما راح يبين بالليل، بس بكفينا هيك الهواء اللي بيجي منه. عملنا رياضة شوي تعبنا. هو مش رياضة يعني، مشي لكن حسب علي رياضة. هون في قعدات هيك بس، يعني صراحة والله احنا في عنا أماكن حلوة، عنا أماكن بتجنن، هواها بجنن. شوفوا الهوا بجنن. بس صراحة بلدنا مسكين، لو هيك حاطين أشياء، مستغلين هالأماكن، حاطين هون يعني بدل هذا التراب الأبيض لو حاطين التراب الأسود، الحصو اللي بيجي زي الحصو. اهدى يا ماما. فلو حاطين هون زي ما حكينا حصو أسود اللي ما بيوسخ، كل مكان أحلى. لو حاطين جلسات. الحمد لله رب العالمين. أهم إشي الرضا يا خواتي، وأهم إشي إنه إحنا نلاقي الراحة النفسية حتى لو كان في مكان بسيط. اللمة والجمعة والقعدة والراحة النفسية أهم من أي إشي. دايما ما بقارن حالي بغيري. ليش؟ لأنه في حديث عظيم الرسول حكى لنا عنه بخلي القلب يرتاح. قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني لما تطلعي على اللي عنده أقل منك بتشوفي أنت قديش غرقانة بنعم ربنا، ولسانك لحاله ببلش يحكي الحمد لله. وأكيد الرضا مش معناه إنك ما تسعي أو متطوري من حالك، لا بالعكس، اسعي واشتغلي وازرعي، بس بحب ورضا وبيومك واللي مقسوم إلك.
وتذكري كمان دائما الآية الكريمة اللي بتريح البال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني ربنا بيحكي لنا لا تتطلعوا على اللي بإيدين الناس، الرزق اللي الله معطينا إياه في بيوتنا هو الخير وهو الأبقى. فيا حبيباتي، البيوت العامرة أكيد مش عامرة بالرخام ولا بالأثاث الفخم ولا بالمناظر، البيوت أكيد بتعمر بالرضا، بالحب، بالكلمة الطيبة، وبصوت ضحكات الأولاد وبصوت اللمة. فخلونا نعيش لحظتنا وننبسط بتفاصيلنا الصغيرة ونملى دايما قلوبنا بالحمد، لأنه ربنا وعدنا وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فيا رب يا رب إنه يزيدني ويزيدكم من فضله. الحمد لله رب العالمين. احنا بنتمنى وبنطمع بخيرات ربنا، لكن احنا راضيين باللي مكتوب وعايشين كل يوم بيومه، مش هكلانين هم المستقبل لأنه مستقبلنا بإيد رب العالمين، لكن عايشين يومنا بيومه متوكلين على ربنا، مبسوطين والحمد لله رب العالمين. بتمنى هالكلام يكون لمس قلوبكم وأعطاكم هيك شوية طاقة ورضا، لأنه أنا ما فتحت مواضيع معاكم بهذا الفيديو ولا حكيت عن أشياء يعني زي دايما فيديوهاتي السابقة، لأنه حبيت هالفيديو يكون روتيني أكثر وطبيعي أكثر، تعيشوا معانا هيك بنفس الأجواء. حبيبات قلبي، قبل ما أختم فيديو اليوم في فقرة كثير غالية على قلبي وصار لازم أعملها، وهي لفتة شكر بسيطة لأخواتي وصديقاتي ومتابعاتي الغاليات اللي دايما منوراتني ببيتي وبقناتي. بحب أشكر من قلبي خواتي الغاليات، الله يسعدكن يا رب على كلامكن اللي دايما برفع معنوياتي. أم غسان جراروة، سناء زكارنا، نادية، ختام أم أحمد، زين عناقرة، عبير صباحين. بتمنى يا رب أني أكون بلفظ الأسماء صح، إن شاء الله يا رب ما يكون في غلط، بس أنا قرأت الموجود عندي بحساباتكم. أم مالك، سوسن سيف، بنت الجنوب من السعودية، ولكل أهل المملكة طبعا وأهل الجود والكرم. حنين من سوريا، وأكيد أكيد شكر خاص للغاليات بنات عمي دائما من متابعاتي كمان، بيسان وسيرين، ولعمتي الغالية الله يطول بعمرها ويرضى عنها أم مصطفى. الله يديمكن يا رب نعمة بحياتي ويجمعنا دائما على الخير والمحبة، وتكبر عيلتنا الحلوة فيكم أكثر وأكثر. وهيك يا خواتي بكون خلصت الفيديو، بشوفكم بالفيديو الجاي على خير وبركة بإذن الله. ما تنسوا تدعموني بلايك وتعليق حلو مثلكم وبالصلاة على النبي. مع السلامة.